وده بيقلل بشكل كبير جدا من فرص الاختراق او التحكم الكامل عن بعد. هنتكلم النهاردة عن أداة لا تقل أهمية عن الأدوات اللي خدناها في الريموت مانجمنت في الحلقات اللي فاتت، ومعانا النهاردة في الحلقة الخامسة مايكروسوفت مانجمنت كونسول. خليكم معانا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماستر سكول. هنبدأ النهاردة نتكلم عن أداة لا تقل أهمية عن الأدوات اللي فاتت زي ال RDB والوين RM والريموت أسيستنت والحاجات دي. هنبدأ النهاردة نتكلم على المايكروسوفت مانجمنت كونسول، ودي أداة موجودة في كل نسخ الويندوز، خاصة النسخ الاحترافية والسيرفر. طب الأداة دي بتعمل إيه بالظبط؟ الأداة دي بتسمح لك إن أنت تدير جهازك أو أي جهاز تاني من على بعد بشكل احترافي. طيب مبدئيا يعني إيه ال MMC؟ دي حاجة كده زي فريم وورك كده أو إطار عمل، أو زي ما تقول كده يعتبر أداة بتفتحها وتبدأ تحط جواها شوية إضافات علشان تقدر تتحكم فيهم من مكان واحد بالظبط. ويمكن بعد كده بإذن الله لما ندخل في الميتاسبلويت ونعرف إن هو فريم وورك، وإن أنت تقدر إن أنت تدخل جواه مجموعة من التولز في البنتريشن تيستنج علشان تقدر تستغلها بشكل احترافي. دي حاجة شبيهة ليها، هي طبعا دي مش زي دي بالظبط، لكن دي يعتبر حاجة كده بتبدأ إن أنت تفتحها وتضيف فيها، تعمل فيها سناب إن أو تضيف فيها سناب إن أو إضافات علشان تقدر إن أنت تمانج كل الحاجات اللي مسؤولة منك. طيب الموضوع ده مفيد في ايه يا معتز؟ الموضوع ده فلنفرض مثلا انت عندك دلوقتي شركة كبيرة جدا ومخصص مثلا لكل ادمنستريتور شوية وظائف يعملهم، فانت تقدر مثلا تخصص لكل سيرفر ادمنستريتور مثلا او الناس الادمنستريتورز اللي تحتك، تبدأ تخصص لكل واحد مجموعة من الاعمال او التاسكات يقوم بيها، وبتبدا ان انت تضيفهم له كلهم مثلا في كونسول واحد، وكل كونسول بيبقى جواه ادوات او حاجات مختلفه، وممكن تبقى ما بينهم حاجات مشتركه علشان لو في واحد مثلا غاب بيبدا التاني يبدا يمانجها. زي ايه؟ طيب زي مثلا وليكن انا دلوقتي عندي معتز، هخليه مسؤول عن ان هو يكريت يوزرز والجروبز والحاجات دي ويتحكم فيهم، وهبدأ اديله شوية حاجات تانية. طيب احمد هبدأ اديله مثلا تاسكات مثلا تانية في مثلا كمبيوتر مانجمنت والريموت مثلا مانجمنت والحاجات دي في الكونسول بتاعه. فكل كونسول ببدأ ان انا اعمله كده، وابدأ ان انا احط فيه مجموعة من الادوات علشان يقدر الشخص ده يستخدمها. او بمعنى اصح ممكن برضو لو انت مثلا في مكان وفي مجموعة من التولز انت بتحتاجها بشكل مستمر، ممكن تبدأ تعمل لك زي MMC كده كونسول، تبدأ ان انت حاجة كده تسيفها اللي هي تفتحها على سطح المكتب مثلا، تسيفها على سطح المكتب، ولما تفتح بتلاقي فيها كل الادوات اللي انت عايز تستخدمها او اللي انت بتستخدمها على طول. طيب ايه معتز اللي احنا نقدر نعمله بالMMC دي؟ طبعا تقدر ان انت تضيف ادوات اسمها مثلا السناب انز، وتبدأ تستخدمها علشان تقوم بمجموعة من الوظائف، زي الوظائف مثلا الخاصة بالايفنت فيور علشان تقدر تشوف الأحداث والمشاكل اللي بتحصل مثلا في الأجهزة المختلفة. ممكن تبدأ ان انت تحط فيها السيرفيس علشان تبدأ تتحكم في تشغيل او ان انت توقف السيرفيس المعينة. في برضو الكمبيوتر مانجمنت علشان تقدر ان انت تعمل مانجمنت للاقراص بتاعتك او اللي هي البارتيشنات والحاجات بتاعتك والمستخدمين والاجهزه وحاجات كتيره جدا. طبعا تقدر تحط مثلا السناب ان بتاع الجروب بوليسي علشان تقدر ان انت تتحكم في البوليسيز او السياسات بتاعه النظام. في حاجه اسمها برضو التاسك سكادولر، وطبعا في ادوات كتيره جدا زي الديفايس مانجر وحاجات كتيره جدا تقدر ان انت تعملها، وهنشوفها دلوقتي مع بعضينا في الايه الMMC. طب ما اتكلمنا يا معتز بقى كده عن موضوع الMMC دي من ناحية السكيورتي. قالك ان الMMC دي بتبقى اكتر امان من الRDB. طيب ليه؟ لان هي مش بتفتح شاشة الجهاز نفسه، دي بس بتدي لك صلاحيات ادارية على components او مكونات معينة،
وده بيقلل بشكل كبير جدا من فرص الاختراق او التحكم الكامل عن بعد. طيب انت شوقتنا جدا ان احنا نشوف الام ام سي، ازاي نقدر ان احنا نشغل اداة الام ام سي. قال لك الموضوع سهل جدا وبسيط، بتدوس على حرف مثلا الويندوز والار مع بعض كده علشان تبدأ تجيب الرن وتبدأ تكتب فيه الام ام سي، وبعد كده تقول له انتر بكل سهولة. بتفتح معاك شاشة فاضية زي كده. قلنا احنا زي ما احنا لسه كنا بنتكلم من شوية، هي يعتبر أداة بتبدأ ان انت او زي محيط عمل او كده، بتبدأ ان انت تفتحها وتبدأ تضيف جواها كل الحاجات او التولز او الادوات اللي انت عايز تبدأ ان انت تستخدمها، سواء للجهاز اللي انت واقف عليه او اجهزة تانية. يعني كمثال برضو علشان الحتة دي الناس برضو ما تتوهش مني، لو انت مثلا مسؤول اي تي وعندك مثلا 10 اجهزة في الشبكة، بدل ما تدخل بقى على كل جهاز بالار دي بي، تقدر من جهازك مثلا زي ما احنا فاتحين كده تفتح الام ام سي وتبدأ تضيف السناب انس بتاعت كل الاجهزة ال10 اجهزة بتوعك اللي انت شغال عليهم او اللي بتعمل عليهم شغل، تضيف كل الحاجات اللي انت بتشتغل عليها في ال10 اجهزة دول جوه شاشة واحدة زي ما احنا شايفين كده، وتبدأ ان انت تمانجهم كلهم من مكان واحد. طيب قبل برضو ما نبدأ في موضوع نضيف السناب ان والحاجات دي، الموضوع ده متاح من على ايه بالظبط؟ يعني اقدر ان انا اشتغل فيه مثلا من على ويندوز سيرفر بس؟ قال لك لا، تقدر تشتغل منه سواء ويندوز 10 او ويندوز 11 او ويندوز سيرفر اللي هي النسخ البرو والانتربرايز بتاعت ال10 وال11، والويندوز سيرفر برضو هتلاقي فيه الخاصية بتاعت الكونسول دي، وتقدر ان انت تشتغل منها عادي جدا. الجهاز طبعا اللي هتديره سواء كلاينت او سيرفر، يعني تقدر من خلال الام ام سي دي تقدر تدير جهاز كلاينت او سيرفر في نفس الوقت، يعني سواء ده او ده تقدر عادي تمانجهم برضو من الكونسول. تالت حاجة معانا، لازم الحساب اللي هيدخل يشتغل على الموضوع ده يبقى ليه صلاحيات الادمن على الجهاز التاني. بمعنى ان انا مثلا وليكن دلوقتي السيرفر ادمنستريتور بتاع البي دي سي اللي انا واقف عليه ده، اقدر ان انا مانج الجهاز بتاع الاي اي سي اللي احنا كنا لسه شايفينه، او النسخه اللي هي دي مثلا كده، اقدر ان انا اتحكم فيها لان هي جوين دومين، والادمنستريتور بتاع الدومين يقدر ان هو يمانج الجهاز اللي جوين للدومين ده، اذا فهو ليه صلاحيات عليه، فاذا اقدر بالام ام سي اقدر اعمل له مانجمنت. رابع نقطة معايا علشان الموضوع بتاع الام ام سي ده يشتغل معايا بشكل كويس، لازم الوين ار ام يكون مفعل. وخامس حاجة معانا ان احنا لازم نكون مظبطين البورتات بتاعته في الفاير وول علشان ما يحصلش اي مشاكل اثناء ما انا بعمل تحكم في الجهاز التاني عن بعد. وعلشان طبعا نبدأ نشتغل عليه، اول حاجة بتبدأ ان انت تعملها، احنا دلوقتي فاتحين اهو الام ام سي. اول حاجة ممكن مثلا تبدأ تدخل على الباور شيل علشان تبدأ تعمل enable هايفن زي كده اهو، مسافة فورس، وبتديله انتر. دي اول واحدة علشان تبدأ تشغل موضوع الريموتنج. وتقدر طبعا كمان تعملها من موضوع الجروب بوليسي من كمبيوتر كونفيجريشن، بتدخل على ادمنستريتيف تمبلت، بتدخل على ويندوز كومبوننت، بتدخل على ويندوز ريموت مانجمنت، وين ار ام اللي هي الوين ار ام سيرفيسز، وتعمل allow للريموت سيرفر مانجمنت through وين ار ام. فبكلا الطريقتين، يعني لو بالطريقه دي بس الطريقه دي اسهل، هي بتكتب اللي هو الانيبل بي اس ريموتنج مسافه هايفن فورس، فبتبدا تعمل معاك الموضوع ده. او لو انت عايز تعملها من الجروب بوليسي بتروح تعملها زي ما قلنا المسار بتاعه دلوقتي. طيب الخطوه الثانيه، المفروض ان احنا نبدا نفعل اللي هو الايه، الفاير وول. الفاير وول لازم يكون انيبل. طيب في كذا امر علشان تقدر ان انت تخلي الفاير وول مفتح لك كل الحاجات. في الامر اللي هو بتاع enable net firewall rule، ده اللي هو enable net firewall rule، وبتديله انتر. تعالوا يلا بينا بقى بعد ما فعلنا الريموتنج والفاير وول، تعالوا يلا بقى ندخل على موضوع الكونسول او الام ام سي علشان نبدأ نشوف طريقة عملها ازاي. زي ما انتم شايفين ادي قدامنا اطار او ورك سبيس فاضية كلها. عايزين بقى نبدأ نحط فيها السناب ان او الحاجات اللي انا عايز ابدأ ان انا اشتغل عليها. بكل سهولة بروح لفايل، بدوس عليها وبقول له اد
او ريموف سناب ان. يعني انت لو عايز تعمل اد للسناب ان بتدوس على هنا برضو، لو عايز تعمل ريموف بتدوس هنا. طيب بعد ما بندوس هنا بيبدأ يطلع لك مجموعة كبيرة جدا من الحاجات اللي انت تقدر تتحكم فيها. على سبيل المثال الاكتيف دايركتوري دومين اند تراست، عندك هنا السايت اند سيرفيسز، عندك هنا الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر، ودي معظم الناس بتبدأ ان هي تشتغل عليها او بتضيفها. عندك برضو حاجات زي ال ADSI edit، عندك برضو السيرتيفيكتس، عندك الكمبيوتر مانجمنت، عندك الديفايس مانجر، وعندك كل الحاجات دي، والجروب بوليسي اهي، والبرفورمانس مونيتور علشان لو عايز تبدا ان انت تمونيتور الدنيا بتاعه البوليسيز وكده. عندك شايف مجموعه كبيره جدا من السنابن اللي تقدر ان انت تضيفها في اللوحه دي علشان تبدا ان انت تمانج منها الاجهزه المختلفه. طيب ازاي معتز هنعمل الموضوع ده؟ على سبيل المثال بالنسبه مثلا للبي دي سي اللي احنا عليه هنبدا نضيف مثلا الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر بالشكل ده كده اهو. تمام. طيب انا عايز ابدا اضيف كمان الكمبيوتر مانجمنت وليكن سي بتاع الاي سي سي. بمجرد ما بقف عليه كده وبقول له اد بيبدا يديني اختيارات. طب انت عايز تعمل اللوكال كمبيوتر اللي انت واقف عليه ده ولا عايز انذر كمبيوتر؟ طيب لو انت عايز نظر كمبيوتر انت عارف اسمه ولا تبراوز عليه؟ طيب تدخل على الادفانس تعمل فايند ناو زي ما كنا بنعمل قبل كده، وتبدا تضيف الاي سي سي مثلا وليكن بهذا الشكل اهو، اتضاف معانا بشكل عادي جدا. وبعد كده بتبدا تقول له فينيش، بدا ان هو يضيفه. كمان تقدر ان انت تضيف حاجات مثلا الايفنت فيور وليكن هو اد بتاع، ضغطنا للايفنت فيور واللي هيبقى فيه حلقات فيما بعد مفصله. هناخد اللي هي بتاعه اللوكال كمبيوتر. خلاص خلصنا كده، نقول له ايه؟ نقول له اوكي. بدات تظهر عندنا هنا السناب ان اهي، ادي عندنا مثلا وليكن الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز بتاعه الدومين. عندك هنا كمبيوتر مانجمنت وما بين قوسين بيكتب لك اسم الجهاز اللي الكمبيوتر مانجمنت دي بتاعته علشان ما تتوهش منه. فعلى سبيل المثال لو جينا هنا مثلا على الكمبيوتر مانجمنت اللي هي الاي سي سي، بدأ يفتح لنا ايه بقى؟ بدأ يفتح لنا الكمبيوتر، وبدأ يفتح لنا مثلا ادي اللوكال مثلا يوزرز والجروبز. لو دخلنا هنا هنلاقي هم دول اليوزرز بالظبط اللي لو رحنا عند الويندوز 10 هنلاقيهم جواه. تعالوا كده نتأكد. خلينا كده نجيب ادي this PC، نقول له مانج. لو رحنا هنا على اليوزرز ادي نفس اليوزرز اللي احنا كنا شايفينهم من هنا هو نفس اليوزرز. ولو جينا على الجروبز هنلاقيها هي نفس الجروبز اللي موجودة برضو الناحية التانية هنا اللي هو بالشكل ده. فده كده الموضوع بتاع ال MMC. طيب بالنسبة لموضوع اللي هو الأجهزة التانية، ادي عندك برضو الايفنت فيور الخاصة باللوكال كمبيوتر. لو دخلنا على الكاستم، دخلنا مثلا على ويندوز لوج، دخلنا على السكيورتي، هتلاقي معظم السكيورتي اللي هي بتبدأ تديها لك بتاع الجهاز ده. او لو عايز برضو تضيف السناب ان بتاع او الايفنت فيور بتاع الجهاز التاني بتقدر تضيفه عادي جدا. هو بس بياخد فترة كده عقبال ما يحمل. طيب انا دلوقتي عايز ابدا ان انا ازود او انقص من القائمة دي. هروح لقائمة فايل برضو، هقول له اد اور ريموف سناب ان، وهدخل هقول له والله انا عايز دلوقتي مين؟ انا عايز وليكن البرفورمانس مونيتور اد بتاع الجهاز مثلا اللوكال ده، وعايز مثلا الايفنت فيور الخاصة بانذر كمبيوتر. مين الانذر كمبيوتر ده يا معتز؟ اقول له advanced find ACC وهقول له اوكي. انا كده ضفت مين ده كده. بمجرد ما بقول له اوكي بلاقي السناب ان دخلت عندي. واخدين بالكم ده الايفنت فيور بتاع الاي سي سي، وده الايفنت فيور بتاع اللوكال ماشين نفسها. وادي الايفنت هي الخاصة بالسيرفر ده،
وادي الايفنت الخاصة بمين؟ بجهاز ال ACC. نجيب مثلا وليكن على سبيل المثال سيستم عشان تحمل بسرعة. هات بقى كل الأجهزة، مثلا لو يكن مثلا انت دورك مثلا مخصص واحد، هات بقى انت بقى الايفنت فيور بتاع مثلا عندك مثلا 10 سيرفرات، ومخلي واحد مثلا ادمنستريتور في الشركة عندك هو بس اللي بيشوف الايفنت وبيراجع الايفنتس كل يوم. بتبدأ تضيف له مثلا الايفنت بتاع الجهاز اللوكال والايفنت بتاعة الماشينز كلها التانية اللي موجودة بالشكل ده. تضيف له مثلا وليكن تجيب له كونسول زي كده وتسيفه له، ويبدأ ان انت تضيف له كل الاجهزة مين؟ كل الاجهزة التانية اللي موجودة على السيرفر علشان يبدأ يتابع الايفنتس بتاعتها كلها. طب فلنفرض واحد تاني عايز تخليه يبقى مسؤول عن اليوزر مثلا اند جروبس، ممكن تعمل وتبدأ تضيف له مثلا اكتر مثلا من سيرفر في اكتر من حتة، وتبدأ تخليه يمانج الموضوع بتاع اليوزرز اند جروبس. كل حاجة من دي تبدأ ان انت تخصصها لحد معين. بكده انت يعتبر بتوزع الشغل، بتوزع المهام، وكل واحد ما بيبقاش واخد اكتر من التاسكس اللي هو المفروض يعملها. فانت بتوزع التاسكات وبتبدا تدي لهم الاوبشنز دي علشان يبداوا ان هم يتابعوا. وينفع ان انت مثلا تضيف الاوبشن الواحد، يعني مثلا فلنفرض الايفنت فيور انت عايز تبقى ضايفه المعتز، ومعتز فلنفرض اجازه، يبقى ممكن تديها كمان لاحمد، بحيث هما الاتنين لو واحد غاب واحد تاني يغطي الشغل بتاعه عادي جدا. فالفكرة كلها ان انت موضوع ال MMC دي اداة قوية جدا جدا جدا، بتبدأ ان هي توفر لك او بتنظم لك الشغل بتاعك، خاصة في الشركات الكبيرة. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت الموضوع ده كده، انا لو قفلت هنا هيقفل الكونسول من غير ما يبدأ يسيف الكلام ده. طب انا عايز ابدأ اسيف الكونسول بالحاجات اللي انا عملتها دي علشان كل مرة لما اجي اشتغل عليها الاقيها. ممكن اقول له سيف از واحطها على الديسكتوب باي مثلا حاجة مثلا كنترول مثلا، ليكن كنترول واقول له سيف. بس بمجرد ما اعمل كده هبدأ ان انا اقفل اللي هو الكونسول ده باجي على الكنترول بدبل كليك عليه كده بنفس الشكل، بيبدأ يفتح لي التول دي. طيب التول دي مبدئيا برضو علشان نبقى فاهمين، انا لو عملت نفس التول دي بس من على ال MMC او على قصدي الويندوز الكلاينت العادي، يعني انا لو جيت هنا كتبت run وكتبت جواها ال MMC وضغطت انتر، انا لو جيت هنا بدأت ان انا عايز ابدأ اضيف هنا، وليكن هقول له add remove snap in وليكن active directory users and computer، تمام، وهقول له مثلا اوكي. تمام، هاجي هنا بالنسبة ليوزرز اند كمبيوترز مفيش حاجة. ليه مفيش حاجة ظاهرة عندي؟ لان هفترض دلوقتي اللي قاعد على الجهاز ده واحد يوزر عادي اللي هو دوت عبيدة ده، وعايز يبدأ يعمل هاك عليا مثلا، عايز يبدأ يعلي الصلاحيات بتاعته، يدخل يتحكم، يعمل يوزر جديد، يعمل الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان هو ملوش صلاحية ان هو يعمل الكلام ده. طيب فلنفرض الادمنستريتور قاعد من على الجهاز العادي بتاعه اللي زي كده وعايز يبدأ يعمل موضوع السناب ان ده، يبقى في الحالة دي يبدأ يعمل ايه؟ تقدر ان انت تسيف مثلا الكونسول ده مثلا عادي كده سيف از، وتحطه على الديسكتوب وتقول له سيف بالشكل ده كده لكن لما تيجي تشتغل عليه بتدوس عليه اللي هي رايت كليك وتبدأ تقول له run as administrator. طب الادمنستريتور ده اسمه ايه؟ اسمه administrator، والباسورد بتاعته اهي الباسورد بتاعته. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل لما نفتح بالادمنستريتور.
ايه اللي حصل؟ ادي كل حاجة هي واليوزرز موجودين وكل حاجة، واقدر ان انا اتحكم فيها واعمل نيو يوزر جديد عادي جدا بكل سهولة من غير اي مشاكل. يبقى ده كده في حالة ان انا مالي عامل اللي هو الايه، عامل كونسول على جهاز عادي جدا. ودي من الحاجات اللي بتبدأ تخليني اكنترول الدنيا. لكن لو فتحنا عادي كده بالشكل ده وعملنا كده مش هنلاقي نيو يوزر اصلا، مش هيقدر، هو اخره اهو عمال بيتفرج بس على الحاجة، لكن ما يقدرش ان هو يedit. ليه؟ لان هو دومين يوزر عادي جدا ما يملكش اي صلاحيات. فده كان الفرق ما بين اليوزر العادي او الدومين يوزر العادي والادمنستريتور. الادمنستريتور طالما ليه صلاحيات، لذلك احنا قلنا من الريكوايرمنتس في البدايه خالص ان هو الشخص ده اللي بيرن الكونسول او الام ام سي ده لازم يكون ليه صلاحيات ادمنستريتور علشان يقدر ان هو يتحكم في الكونسول بالشكل ده بتاع الدومين كنترولر. طيب في حاجات بقى لازم تبدأ تعملها علشان حتة السايبر سيكيورتي، فالحتة دي لازم تركز فيها. اول حاجة بيقول لك لما تستخدم مثلا اكونت معين استخدم اكونت بصلاحيات محددة. ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو انا عامل يوزر اكونت اسمه معتز عادي جدا وداخل منه على الجهاز بتاعي، لو لا قدر الله حصل اختراق للجهاز، الهاكر اللي هو داخل على الجهاز ده هيبدأ ان هو يستخدم الصلاحيات بتاعت معتز، هيجي يعمل مثلا يوزر مثلا ولا حاجة، مش هيعرف ليه معتز ده يوزر محدود. لكن لو انت مفعل الدنيا بصلاحيات الادمنستريتور في وقت على طول هتبص هتلاقي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حاجه بصلاحيات الادمنستريتور، في وقتها باجي بقول له رايت كليك وابدا ادخل عليه ران از ادمنستريتور واشتغل از ادمنستريتور. يبقى انا كده ما بدخلش غير بوقت الحاجه بالادمنستريتور، لكن في الوضع الطبيعي الكونسول محفوظ عندي والدنيا تمام، وبدخل عادي جدا عليه في اي وقت عايز اعمل اي حاجه بعملها بالادمنستريتور، مش عايز خلاص انا ببقى سكيور. طيب تاني نقطه معانا، لازم طالما مفعل الموضوع ده تفعل موضوع الاوديتنج لوجز علشان تتابع اي اتصال عن بعد حصل. تالت حاجة ابدأ اقفل الوين ار ام لو انت برضو مش محتاجها على طول. تمام. رابع نقطة معانا، لازم تحدد الأجهزة اللي مسموح ليها تدير عن بعد باستخدام الجروب بوليسي. خامس حاجة لازم تبدأ تراقب الاتصالات عن طريق الايفنت فيور من السكيورتي لوجز، وبإذن الله هنتكلم في الايفنت فيور ده هنتكلم فيه باستفاضة. وسادس حاجة معانا استخدم VPN لو انت بتدير الأجهزة من خارج الشبكة الداخلية. ده كده كان درس النهاردة الأداة بتاعة الMMC. عرفنا ازاي بنبدأ ان احنا نفعلها في الأول، ايه الحاجات اللي لازمة الريكوايرمنتس المطلوبة مننا في الأول علشان تبدأ ان هي الأداة تشتغل معانا. بعد كده عرفنا ازاي بنجيب الأداة منين، وبعد كده عرفنا ازاي نضيف السناب ان، وبعد كده عرفنا ازاي نشغلها بالادمنستريتور، وايه الفرق لما نشغلها بادمنستريتور او بدومين عادي. يعني انا عايز اوري لك حاجه برضو تاني، لو انا رحت هنا جيت على ايدوت عبيده ده، جيت بروبرتيز، رحت على الممبر وضفته في الادمنستريتورز، هيقدر ان هو يكريت يوزر بكل سهوله. نقفل بس كده. شايفين انا ما عملتش اللي هو ران از ادمنستريتور، بس بالرغم من كده لما اجي ادوس له اقول له مانج واجي اعمل هنا هلاقي نيو يوزر، اقدر ان انا اضيف يوزر بشكل عادي وطبيعي جدا. فالنقط دي كلها لازم تبقى مخلي بالك منها، تبقى عارف صلاحيات المستخدمين، لان صلاحيات المستخدمين دايما هي اللي بتدي الباور او القوة. لو عجبتك الحلقة ادينا اللايك الجميل، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقة جديدة، وسبسكرايب وشير لكل اصحابك، وما تنسناش برضو من صالح دعائكم. اشوفكم باذن الله الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.